لو قلت لك ان اكتر شرير في عالم مارفل ما كانش شرير اصلا، طب لو قلت لك ان اللي حاول يسيطر على الارض كان في الحقيقه بيدور على نفسه، ده مش مجرد عدو، ده لوكي ملك الخداع والولد اللي اتولد في المكان الغلط. لوكي اتربى في قصر من ذهب بس عمره ما حس بالانتماء. ابن اودن لا، ده اكتشف بعد سنين انه ابن العدو، ابن عرق العمالقه اللي الاسجارديين بيحتقروهم. من اللحظه دي الكره لنفسه بدا يتكون، شاف ثور بياخد المجد، بياخد حب الناس وهو دايما مجرد يدله. من الغيره اتولدت الخدعه ومن الخدعه اتولد لوكي اللي نعرفه النهارده. ذا افنجرز 2012 لوكي قرر ياخد حقه بالقوه، جاب جيش من عالم تاني وهاجم الارض، بس ورا كل ده طفل ضايع عايز يسمع كلمه واحده وهي انت تستحق. ومع كل مره كان بيخون فيها كان بيختبر اللي حواليه، بيشوف مين هيسامحه ومين هيحبه. رغم كل ده كل مره يفشل بيضحك ضحك السخريه يخبي وراها وجعه الحقيقي. بس لحظه التحول الحقيقيه جت لما شاف اخوه بيموت عشانه، ساعتها فهم ان اللي كان بيدور عليه مش عرش بل عيله. في مسلسل لوكي 2021 بيواجه نفسه حرفيا، نسخ منه من اكوان مختلفه كلهم بيحاولوا يهربوا من مصير واحد، والاول مره لوكي بيقرر ما يهربش، بيقرر يكون البطل اللي عمره ما كان. من الخداع للتضحيه ومن الكذب للحقيقه، لوكي ما كانش مجرد شرير، ده كان مرآة لكل حد حس انه مش كفايه. قولوا لي في الكومنتات هل لوكي فعلا كان شرير ولا كان ضحيه القدر اللي ما اختاروش. ولو حابين نكمل الفيديو الجاي هيكون عن اولترون الذكاء اللي قرر يخلص العالم من البشر. تابع السلسله انا لسه في بدايه عصر الاشرار، وما تنساش تكتب لي كومنت حلو زيك، ما تنساش تعمل لايك المتين وبس. سلام.